ولا اوعى تكون فاكر ان الجرامر معقد ومليان استثناءات زي ما انت فاكر. انا هنا عشان خاطر اخليهولك ان شاء الله زي السكينه في الحلاوه، وتقدر تحل اي حاجه وتفهم اي حاجه من غير صداع ومن غير كوبايه نسكافيه يا عم كل 5 دقايق. طب في ساعتين؟ ساعتين، بس ساعتين مش مملين، ساعتين هيخلوك تقول في الاخر هو فين يا عم الجرامر اللي هم بيخوفونا منه، وانت عارف ان مع ماهر عبد ربه مش هتقدر تغمض عينيك. يلا بينا. انا عاوز اعلق على حاجه صغننه يا دكتور. الناس بتقول لك امتى اختار ماضي مستمر وامتى ماضي بسيط. الماضي المستمر للاسف ان اغلبيتنا واغلبيه زمايلنا بيقولوا ان الماضي المستمر ده حدث كان مستمر، والماضي البسيط حدث قطعه. دي من اكبر المعاصي اقسم بالله، من اخطر المعلومات يا ابني في زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر. بيقول لي ايه؟ لو الراجل اداني بالجمله ايه عدد الحاجه اللي انا بعملها، عددها 3 دروس، 4 كوبايات، 5 اوض، او كميه في الحاله دي لازم استخدم مضارع تام. مضارع تام بس حتى دي اهم كلمه، حتى لو الفعل استمر. والنبي لو قعد فيه يا اخويا 20 ساعه لازم استخدم مضارع تام. من اهم المعلومات خلي بالك منها، This is the first time علي في فعل. This was the first time علي. ايه ده؟ يعني الفرق هنا هتبقى is was لو مع first second للاعداد الترتيبيه، لو كان جايب قبلها is اللي هو مضارع بسيط بختار في الحاله دي مضارع تام. انما لو جايبها لي was ماضي بسيط يبقى في الحاله دي بختار ماضي تام.